بتكبر في المواضيع، عمال بتكبر في المواضيع. يا مساء تكبير المواضيع. بتكبروا المواضيع ليه يا جدعان؟ انا نفسي افهم بتكبروا المواضيع ليه؟ خليتونا خلاص مرتبطين، خليتونا خلاص هنتجوز فرحنا بكره في قاعه اللؤلؤه صعب، ده اللي انتوا شاطرين فيه. طب بعيدا انها رافضه فكره الجواز والارتباط ومتعقده منه اصلا، بس احنا فعلا اخوات واصحاب وبيننا شغل، نعرف بعض من 5 شهور مش من اسبوعين زي ما بتقولوا بسبب اللايفز والكلام ده. احنا فعلا بينا شغل وبينا بيزنس بره التصوير اصلا، ونكون بنعمل اي فيديوز مع بعض، فده على سبيل فن مش على سبيل ان احنا نقعد نعمل ترندات والجو بتاع كده. اتمنى تسيبوا الناس في حالها. بعدين ايه الكومنتات والطريقه السلبيه اللي بتتكلموا بيها دي؟ كله بقى حاكم دلوقتي، كله بقى واصي، كلكم عاملين ملايكه، ما كلكم عايشين حياتكم وانا عايش حياتي وهي المفروض تعيش حياتها، حتى لو اتجوزت مره واثنين وثلاثه محدش له حكم عليها، ما بتعملش حاجه غلط. وانا دوري ان انا ادعمها واقف جنبها في ايا كان ايه اللي بتعمله، فما تعملوش نفسكم واصيين والنبي، ما تفضلوش تحاسبوا الشخص على حياته اللي عاشها. كلكم بتشوفوا الصوره من بره بس محدش شاف الحقيقه، محدش شاف اللي الشخص ده عايشه واللي مر بيه عشان يوصل لاي حاجه من الحاجات دي. عموما اتمنى يكون كلامي وصل لكم، اتمنى تفهموا ان احنا اصحاب واخوات مش اكتر، واتمنى تسيبوها تعيش بالطريقه اللي هي عايزاها. والله انت كبرت المواضيع، عمال بتكبر في المواضيع، عمال بتكبر في المواضيع، كبرت المواضيع زياده عن اللزوم. اسمع مني انا بقول لك والله كبرت الموضوع زياده عن اللزوم. اسمع مني اسمع مني. اوعى تقرب من برج الميزان، اوعى. ليه؟ عشان هتعجب بيه وتحبه وتحب صفاته ومميزاته وافعاله وحركاته وتحركاته وقراراته ولسانه. ما تجيش براحتك وانت هتزلني، جيت لك المزاج ترجعي وتحبيني يا روحي. لا 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 لا، مش هنسى بس اللذيذ ما هنساك انت شخصيا، لو فاكر انك بعد خير. كل سنه وانتم طيبين. بما اننا في ايام مفترجه وفي شهر التسامح، فانا حبيت اسامح نفسي عن كل حاجه انا عملتها في حق نفسي الفتره اللي فاتت، وقررت اهم قرار في حياتي وهو ان انا اعتبر نفسي حالا ان انا ببدا من اول وجديد في كل حاجه وبكل نيه كويسه وربنا يشهد عليا فيها. انا معتبر نفسي ما عرفتش اي حد قبل كده، ولا دخلت حياتي حد قبل كده، ولا حد محسوب عليا، ولا انتوا حتى عايزكم تخشوا تقولوا لي بعد كل فتره خلي بالك واعمل وسوي واحنا عايزينك وانت انا اثبتت لكم بالوقت مش باي حاجه تاني من غير ما افتح بقي ان انا عارف انا بعمل ايه، وقاري المشهد كامل حواليا كويس جدا. انا واحد عرفت قيمه نفسي كويس قوي، ولاجل ذلك لقيت نفسي كتير قوي 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 على اللي حواليا، فاللي انا بعرف اعمله واللي انا بعرف اديه واللي انا بعرف اقدمه ما يستحقهوش اي حد، وما ينفعش اديه لاي حد كده وخلاص. وبقى عندي اوبشن حلو قوي ومريحني، واتمنى انتوا كمان تعملوه. لو حد مش عارف قيمتك وما قدرش قيمه كل كلمه وكل حرف بتعمله عشانه، انسحب بكل هدوء، ومفيش اي داعي انك تذكره حتى ولا بالحلو، علشان مفيش حاجة هتنفعك والله مهما حاولت ومهما عملت ومهما قدمت، مش هتشوف في الاخر الا نكران الجميل والخذلان. وما تزعلش خالص ابدا، لان مسيرك هتلاقي الناس اللي شبهك اللي بيقدروا اللي انت بتعمله واللي هيفهموك كويس جدا، ووقتها هتبقى اسعد انسان في الدنيا كده كده. فانا ليا رجاء صغير كده، علشان انا من وان داي وانا مركز في حياتي، مستقبلي، بنتي، واخد واي كده معين في حتة تانية خالص اظن كله شايفه. انا ماليش دعوة باي حاجة خالص، لان بصراحة مش هسمح ان اي حد يذكر لي اي حد ويتحسب عليا تاني، لان انا خلاص 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 بقولها وبكل اقتناع I'm out forever. خلاص ربنا يهدينا ويرضينا ويرزقنا كده بكل اللي احنا نتمناه، ويعوضنا كل خير في حياتنا. صدقوني طول ما نيتكم كويسة مع اللي حواليكم ومع ربنا هيكرمكم ويرضيكم، هي مسألة وقت مش اكتر. اللهم اهدنا. خلينا مع الرجاله في اخر نص الليل وجمهور ووسيم هتشيلونا ذنوب على الفاضي، وقلت لكم بلاش حد وسيم، مش عاوزين نصير جنوب. انا مش عاوز اصير جنوب. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخت هديل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ؟ معلش بس عشان خاطر ساعات بدأتها في الاسم. أستاذ حليم. أخوكي في الله حليم. تبارك الله فيك، تبارك الله فيك يا شيخ حليم. عامل ايه؟ طمنا عليك. أخبارك؟ أنا لست بشيخ، أنا لست بشيخ. أمال أنت إيه؟ بشيخ؟ حاشا لله، أنا أخوكي في الله حليم. أخويا؟
حليم الخير. ينفع تقول جده في الله؟ يعني نحترم فرق السن شويه. ده بقى تحلو تتربي. هتقوم تضربني ولا ايه؟ قوم اضربني، تعالى قوم اضربني. ليكي وحشه والله، بقالي كتير ما شفتكيش، ولا انا اللي ما بفتحش؟ عادي يعني، يعني شويه هنا وشويه كده. بس والله سيبك من يعني، بعيد عن ان انا ما بفتحش كتير، بس والله العظيم بجد 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 يعني لو يعني بسكرول كده من بعيد وبيقابلني اللايفات بتاعتك، والله العظيم ما مجامله، لايفاتك هاديه حلوه عجباني شويه، يعني في تحسن. مش يعني مش عشان ما اكدبش، مش احسن حاجه، ولكن في تحسن احسن. ما اعرفش، نزل عليكي هدوء، نزل عليكي سكينه، ربنا هداكي، ما اعرفش، بس احسن من الاول. برافو عليك، يعني انا والله اشجعك تستمر. والله العظيم والله العظيم ما بجاملك. انا هصوم كمان 10 دقايق ولا 5 دقايق. يعني ما اعرفش، يمكن انت بدأت تحس ان كان في هيبرة زيادة، بس ولا انت بدأت تتعلمي وعرفت ان اللايفات محتاجة جو، ولا مش عارف. بنتعلم وقادرين نتعلم منك يا طيب يا اخ. لا مش مني بقى خالص بقى، انت معلمة اهو بقى، يعني مش محتاجة مني انا اقول لك حاجة، خلاص ما شاء الله عليك. يعني بقيت شطورة خلاص. ما قلنا بقى مش يعني ما تاخديش في نفسك مقلب، انا بقول بدأت. حاضر. بدأت يعني، فاهمة؟ بس ايه الجاكيتة الحلوة اللي انت لابسها دي؟ اقل من ثانية هروح اشرب اخر كوباية مية بدل ما البس خازوق على وشك. بصي بقى، انا هعمل معاكي حركة حلوة، هبدأ معاكي جولة، هروح اشرب كوب من الماء، ارجع هلاقي نفسي كسبان. ماشي. اوعوا تزعلوني، اوعوا والنبي تعرفوا يا ولاد ان هو اصلا بيفطر كل يوم وهو ما بيصومش؟ حليم يا قمر روح اشرب يا ولد عشان الفجر، روح. بيفطر يا ولاد كل يوم، ما بيصومش، يعني هو اصلا ما بيصومش، هو زي كل سنة، هو بس بيعمل نفسه ان هو بيصوم شبهنا، بس هو اصلا كل يوم بيدخل المطبخ بيشرب مية ويفتح التلاجة، بياكل من طبق الحلويات اللي هم بيكون عينه في الدرج، يعني بيكون في الفريزر والدرج تحته، فهو بيفتح طبق الحلويات. بصراحة الحركة دي انا بعملها يعني، ففاكرة الناس كلها بيعملوها شبهي، بس هو بيعمل نفس. حليم انت رجعت، انت شربت، تعال اقعد، تعال اقعد يا عسل، تعال، ولا مفيش حد ليه دعوه بيه، اقعد سكتين شويه. قولوا لي بقى بالكومنتات كل اللي هي كانت بتقوله. على فكره السواد اللي في قلبك من ناحيتي، تعالي. على فكره اي حاجه هيقولها لك العيال دول كدابين، ما صدقهمش، صدقني انا كنت بقول لهم. قالت انك مش بتصوم وضلالي وبتزق اكياس ميه وقت الفطار على الناس. كدابين والله، دول كدابين بقى. هم كدابين بقى، هم كدابين. وايه وبركب دقن وانزل اشحت بالسبحه. ده طلعوا فتاين اكتر مني، اللهم صل على النبي، ده انت عندك الفتاين اكتر مني. وبتاكل حلويات وبتاكل البسبوسه وبتفتح التلاجة وتاكل كدب، وما بيصومش وبيفطر زي كل سنة وايه وبيضربني بالقلم. انا ضربتك بالقلم؟ العيال كدابين، انت هتصدق اي حاجة تتجلل ولا ايه؟ وضلالي، انا ضلالي؟ كدابين، اشاعات يا حليم، اشاعات بتطلع عليك. هتصدقهم يا حليم وتكدبني؟ براحتك يا حليم. انا كنت فاكراك انت كنت في مجال جدي، بس انت غيرت نظرتي خلاص. انا مش يعني مش هجليك في مكان جدي تاني. اشاعات على رأي اشاعات ايوه، اشاعات بتطلع علينا يا حليم، اشاعات بتطلع علينا. مالك انت بتلعبك الدنيا كده ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الا الكذب، اسمعوا يا ولاه، الا الكذب في رمضان. انتوا عارفين انه بيكذب في رمضان بياخد الذنب ذنبين؟ لما تكذب كده في رمضان بتاخد الذنب ذنبين. الا الكذب يا ولاه، مفيش حد يكذب، مفيش حد يجيب في سيرة ناس تانية، مفيش حد يأذي التاني بلسانه. انا طيبة يا حليم، انا من جوايا طيبة، بس هم اللي بيعملوا فيا كده. اسمها نعم، غلك في دماغك. نعم.
لا مش عجباني. نعم قولي نعم. 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 يبقى نبدأ من الأول. هديل، نعم. ممكن تتكلمي معايا لمدة دقيقة زي ما أنا بكلمك بالظبط؟ يلا هعلمك. عاملة إيه يا هديل؟ الحمد لله بخير. لا هي لسانها معوج وهتتعب. عاملة إيه يا هديل؟ الحمد لله بخير، مش الحمد لله بخير. يلا. حاضر. عاملة إيه يا هديل؟ الحمد لله كويسة. اخطفيها، ما تفتحيش بقك في الكلام. الحمد لله. الحمد لله. يلا الحمد لله. قولي من جديد، قولي من جديد. عاملة إيه؟ هزفت. زفت في عينك. قول تاني. قلبت تاني أهو. الله عاملة إيه يا هديل؟ الحمد لله كويسة. الله أكبر، الله أكبر عليك. الحلقة. استنى عشان الأذان أذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ماشي. الله أكبر، الله أكبر. باقي 6 دقايق. الأذان أذن. خدي الأذان أذن. عصير إيه اللي بتشربيه؟ 6 دقايق على الفجر. يا بنت الأذان أذن. لسه ما أذنش عندنا. الأذان أذن. ما أذنش عندنا والله. أذن لسه أذن الساعة. أنا عندي أذن، أنا سامع الأذان. أنت ساكنة فين؟ يا جماعة أنا المسجد لازق في بيتنا، لو أذن كان خلاص يبقى لا. عندك ممكن يبقى فاضل له دقيقة ولا دقيقتين. لا أيوة، اشربي مية بقى، ما لسه تشربيش. لسه 6 دقايق عندي. سيب اشربي نشرب. مية، اشربي مية، مش عصير. انت ما تتكلمش معايا، انت واحد صايم، ما تتكلمش معايا. نشرب زي ما انا عايزه واكل زي ما انا عايزه. أذن. اللهم لك صومك، اللهم لك صومك. طب انت ازاي اخر حاجة بتشربيها حاجة فيها سكر؟ بقك دلوقتي مسكر. بس انا بلعت وهو الاذان بيأذن، فهي مش محسوبه. ايوه بس بقك دلوقتي المفروض تكوني مضمضاه او اسلاب ميه عشان ما يبقاش في اثر السكر. يعني انا لو كنت كلت فينو بجبنه كان هيكون برضو اثر الفينو بالجبنه موجود، ما هي كان هيكون. ايوه ما احنا ما ينفعش ناكل لاخر ثانيه. ما كنتش اعرف والله كنت فاكره فاضل عليه 6 دقايق قسما بالله. والله ما كنت اعرف. عادي يا ولا، والله العظيم ما كنت اعرف فعلا. انا خلصت من هنا لقيته بيقسم من هنا. الهب بيقولوا لي عادي. هتعدي يعني يا اولاد اللي عندها في الكومنتات؟ تعدي نعديها. والله بيقولوا عادي اهو. خلاص يبقى يجوز عادي. كده كده هبقى ادخل اتوضى واصلي وابقى اتمجمد. يعني طعم السكر مش هيبقى. احنا خرجنا ليه بره السياق اللي مشينا عليه؟ ماشي. يلا عامله ايه؟ يلا نرجع تاني. كم باك حليم، كم باك. عامله ايه يا هديل؟ الحمد لله بخير. لا بخير. مش عاجباك؟ بخير دي حليم دقيقة بس الفجر، أذان الفجر يخلص. ماشي. هديل هتنتظمي وتعملي عدل ولا هعمل ايه؟ يلا قبل ما انزل اصلي عايز كلام يطلع صح. يلا ما تعوجيش بقك ولا تفتحي بقك في الكلام ولا تنط الكلام. يعني بالظبط حليم اسمي حليم مش حليم. حاضر. اسمك هديل مش هديل. حاضر. يلا عامله ايه يا هديل؟ الحمد لله.
ايه عملت ايه في يومك النهارده؟ رحت الجامعة، ماشي. جيت ساعدت ماما في الأكل. انت هتديني الفطار؟ جملة اتكلمي بس بالطريقة دي. ذاكرت وفتحت عشان وقعدت افتح لايف. طب ما انت حلوة اهو، يعني وزي الدنيا ماشية الفل. حلوة اهو. احنا تمام، احنا زي الفل قسما بالله. احنا تمام يا بالله، ده التاني تعود لي بوجه. لا بقى انت كنت بتختبرني في خلص الاختبار، خلاص يعني خلص بقى. ما احنا بقى عايزين الحياة كلها في نفس الاختبار ده، ولا قلت ايه يا هديل؟ تخيلي بقى انا اللي بتكلم كده. يا لهوي، علشان انا بايخة مش هيليك، خالص، مش هيليك على خالص، بايخة علشان خالص يا هديل. يا ربي ما تتكلمش كده خالص بجد. شفت الموضوع متضايق ازاي؟ ما تعمليش كده بقى. مجرم، مش موضوع مجرم. صح؟ طيب ما تعمليش كده بقى. حاضر، مش هعمل كده، مش هعمل كده بقى. بقى بقى مش هعمل كده بقى. ماشي. اصل مش معقولة برضو واحدة مهندسة كده وبتتكلم انجليزي حلو وبتاع هتقول بقى وبقول لك وبتاع. هي يعني لهجة تحترم وكل حاجة، بس يعني خلاص. انت قاعدة فين دلوقتي؟ هما العيال بيقولوا لك احنا عاوزينها كده وبنحبها كده، مش عاوزين يغيروا حاجة مني. خلاص في الحالة اللي زي دي انا مش هقدر اتكلم بصراحة. بس انا عايزك ليه بقى كده؟ علشان لما يبدأ يجيلك شغل، لما تشتغلي في شركة او في مكان. لا انا بعرف اتكلم كهراوي على فكرة، بس انا تعرفي تفصلي بين الاتنين؟ مفيش ظرف اتحطيت فيه يجبرني ان انا اتكلم كهراوي، مفيش. خلاص يا ولاد، هي بقى براحتها وحقها ان هي تتكلم زي ما هي عايزة. انا كنت بهزر معاك يا هديل اصلا كده ايه. ما انا عارفه ان انت كنت بتهزر يا حريم، وانت ما كنتش بتهزر. انا كنت زي مسكتك دلوقتي ضربتك، هفتك من بتاع الدماغ. ويلكم ولاد، يلا 8 وردات نكسبها قبل ما ينزل. لا يا ولا 5 وردات يا ولا نكسبه ونحكمه قبل ما ينزل يروح يصلي. الله 6 وردات. ورود يا ولا، ورود 2 3 ورد بس، يعني الموضوع بسيط يا منى. يلا فاضل 5 بسرعة. 4 3 ابو فايز مش هنلحق. انا اقوم بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. باي. انا اللي نيمتكم كده، انا عارف. عادي فاتكم. معلش كل مره باخدها منك يا حليم، عادي ما تتضايقش، حاجه بتحصل في احسن العائلات والله. يا بنت الكويت يا قمر يا قمر يا سكره، يا بنت الكويت يا سكره انت. ابو سمير هيجيب الجوله، انسي خلاص. يا ولا هنحكمه بايه؟ حابين نحكمه نعمل اللي فيه ايه؟ ها نعمل فيه ايه ولا نخليه يجيب شمعة ويروح حاططها على يده يقعد يقول احنا في صلاة الفجر تقولي لي شمعة؟ يخرب بيت الشمعة. بلاش شمعة عشان خاطر يقص شعره. صح يا زيكو، انا حاسه بيقولوا نقص شعرك، يعني لو انت تسمح لنا يعني نقص شعرك نطلعه من يا ساتش اسكتي. بتقول لك ايه؟ قولي. يا بنت الكويت يا قمر، يا بنت الكويت يا قمر. انا هقوم اتوضى علشان اللايفات دي كده بالنسبه لي مضره بالصحه. هقوم اتوضى. اوف انا كنت دفيان موت. انا كنت دافيان موت. انت سكت ليه فجأة كده يا هديل؟ خير اللهم اجعله خير. لا انت قلت هتقوم تتوضى فكنت بشوف. انا اكيد مستني ال 16 ثانية اللي فاضلين يخلصوا بقى، هشمر اهوت وشفت حياتي. مين اللي عايزني ادعي له يا اولاد وانا بصلي في الجامع يا اولاد؟ الشبشب راح فين؟ هدعي لك يا ملك. حاضر ادعي لك يا هديل.
يا ريت والله. حاضر. ادعيلك بحاجه معينه ولا بمزاجي؟ بمزاجك يعني، شوف حاجة كده تدعي لي بمزاجك كده ادعيلك ربنا يرزقك بفلوس كتير وتتجوزي اللي بتحبيه وتعيشي ابوك وامك عيشه حلوه ان شاء الله بشغلك. دلوقتي مش مهم دلوقتي، اهم حاجة الاتنين اللي في الأول، الاتنين في الأول. لا، ترضى ابوك وامك تعيشي ملكه، والله العظيم اسمعي مني. أرضى بابا وماما والاتنين اللي في الجو برضه، عشان خاطر عاوزاه. حاضر. ماشي. هتقفلي ولا هتقومي؟ لا انا هقعد معاهم شويه لان لسه فاتحه دلوقتي وبعد كده هقفل. طب ما تقومي تصلي. انت عارفه الفجر بياخد قد ايه؟ هقول لك على حاجه حلوه، انا بس عشان بصلي في الجامع فمش هينفع اعمل الاختراع ده. هاتي حد من المشرفين عندك او اي حد، يعني انت عارفه ان هو بيعرف يتكلم مع الناس. صلاة الفجر بتاخد قد ايه؟ ركعتين، 5 دقايق، اللي هو وقت جولة، اكنك فتحت جولة. هتقومي تصلي وترجعي خلاص. حاضر. يعني عشان ده فجر، فاهمة؟ مش مستاهلة يعني انك تضيعي الفجر، حرام عشان لايف، يعني اللايف مش هيطير. وانا عامة يعني لا، انا بقفل قبل ما الشمس تطلع فبصلي. والحد اللي هتطلعيه جست، تمام؟ بعد ما تطلعي تخليه يروح يصلي برضه عشان ما تبقيش ضيعت على الصلاة. او لو في حد عندك مسيحي في اللايف بقى يبقى حظك حلو. صح يا زيجو، انت معانا هنا يا زيجو. او لو بنت يعني عندها مريم، يعني هتلاقوا الامور مظبوط، يعني ملهاش صلاه وكده، فهتتصرفي يا هديل وبيصلي. يلا يا ولاد، انا هنزل، انا اتكل على الله وادعوا لي وانا هدعي لكم. والله حاضر. ماشي يلا، انا هنزل انا كمان، وهنزل وراك 10 دقايق كده واشتغل. صلوا الفجر، والله 5 دقايق الصلاه بتخلص، بس في الجامع بقى بتاخد نص ساعه علشان الامام بيطول قوي 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 قوي، بالذات في الركعه الاولى علشان الناس تلحق الصلاه. او ما اعرفش يعني، انا عندي ان هي يعني هو يعني ما اعرفش، بس هو بيقرا حبه حلوين يعني. حرام اقول على حاجه، انا مالي يا ولاد، انا بقول افيت 1000 مليون مره، انتوا جايين تحرموها عندنا. انا اسف، عندها الظروف. حلو اللفظ، انا كنت بحاول الطف، اقول ايه طيب. يلا ربنا يهدينا جميعا ويصلح حالنا ويطيب بخاطرنا. ويا هديل انا بعزك جدا، وربنا يكرمك وينولك كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا، ويحبب الناس فيك كتير 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 كتير، ويخلي كل البشر كده قاعدين عندك والناس بتحبك، وكل الناس اللي عندك تكون مغرقاكي حب الدنيا ويحتووك ويحننوا عليكي. انا يا بنت لو جرالي حاجه ما اعرفش مين اللي هيخلي باله منك، فانا واثق في الناس اللي عندك ان هم بيحبوكي وهيفضلوا ينصحوكي في الخير. وتاني قبل ما اقفل، انا مش ضامن ارجع من الفجر، الدنيا جايه، بس يعني خلي بالك من حالك، وحد يزعلك كده ولا كده، عشان لو حد زعلك انا ممكن افتح لايف مخصوص، وانت عارفه كويس قوي لما بتدخل ممكن اعمل ايه. يلا هبقى اخرب بيتك، عديتيني. يلا انا هنزل. باي يا حبيبتي، تصبح على خير. انت من اهل. باي باي باي. اخواتي يلا عشان ما اطولش اكتر من كده، شكرا على وقتكم الجميل. انا عارف ان ما لحقناش نقعد قوي قوي النهارده، يا دوب ساعه اللي طلعناها. اوعدكم والله لو رجعت من الفجر قادر ان انا افتح وكده هكلمكم. روحوا اقعدوا عند هديل بقى عشان هي اسمعوها وهي بتصلي كده، قولوا لي صلت بجد ولا